السلام عليكم. موعد آخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني المغربي. لمعرفة كل التفاصيل فتفضلوا بمتابعة هذا المقطع. ومن المرتقب أن يجري المنتخب الوطني المغربي الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهته المصيرية المنتظرة أمام منتخب كندا، وذلك لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات لمونديال قطر 2022. وستخوض العناصر الوطنية الحصة التدريبية الأخيرة يوم غد الأربعاء انطلاقا من الساعة 2:30 بعد الزوال بتوقيت المغرب على أرضية ملعب الدحيل، بعد أن خاضت النخبة الوطنية الحصة الأولى يوم أمس الاثنين بعد الفوز التاريخي على منتخب بلجيكا ب2-0. وكانت الحصة التدريبية الثانية مساء يوم الثلاثاء، وذلك تأهبا للقاء كندا. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الكندي بعد غد الخميس انطلاقا من الساعة 4 بتوقيت المغرب على أرضية ملعب الثمامة. ويمتلك المنتخب المغربي في رصيده 4 نقاط بعد أن تعادل مع منتخب كرواتيا في أول جولة من دور المجموعات، وذلك بدون أهداف. وقدم المنتخب المغربي مباراة لا بأس بها، حيث أن نتيجة التعادل أفضل بكثير من الهزيمة خصوصا في الجولة الافتتاحية. وتمكن من الحصول على 3 نقاط من مواجهة بلجيكا بعد أن تغلب عليها بهدفين دون رد، في حين أقصيت كندا من مونديال قطر، وذلك على إثر تعرضها لهزيمتين متتاليتين أمام منتخب بلجيكا وكرواتيا. وسيجري الناخب الوطني وليد الركراكي ندوة صحفية غدا الأربعاء مع الساعة 12 بعد الزوال بتوقيت المغرب للحديث عن المباراة المرتقبة أمام كندا. ونتمنى أن يحقق المنتخب المغربي نتيجة إيجابية للمرور إلى الدور الموالي. وشكرا على متابعة هذا الفيديو، وإن أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا، مع الضغط على زر اللايك تشجيعا لنا، وشكرا جزيلا.